ازيك يا نيفال؟ ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ ازيك يا دكتور؟ ان شاء الله هنعمل الحمد حاجه لله. اسمها تكميم دقيق كده، هيبقى عباره عن 3 فتحات صغيرين جدا، احتمال بنحتاج درناء واحتمال لا. يا رب بيبقى ما فتحه نحتاجها. صغيره هنا وفتحتين صغيرين جدا في الجناب، حوالي يعني 3 مللي. احنا بنسميها تكميم دقيق او تكميم ناعم. احنا وزننا تقريبا حوالي كام دلوقتي؟ 80 ونص بالكتير. تقريبا عندنا تقريبا حوالي 22 كيلو زياده. خلاص، فالمعدل كتله الجسم بتاعك اكتر من 30، فتستفيدي جدا من التكميم ان شاء الله. يا رب. جاهزه وصايمه؟ مستنية اشوفه صايمة ومن امبارح يلا على مستنياها يلا خير. تقوم بألف سلامه ان شاء الله ان على شاء خير. الله يا رب. ازيكم؟ انا نيفال يوسف، عامله العمليه عند دكتور عبد الرازق محمد، تكميم المعده النانو، لسه من اسبوع. انا مفيش اي وجع حسيت بيه. انا من اول ما فوقت من البنج ضغطي عالي شويه، هو ده اللي عمل لي صداع، لكن اكتر من كده ما كنتش اعرف ان جسمي فيه جروح نفسها حتى. فبالنسبه للوجع جروح مفيش مطلقا. تاني حاجه الوزن فرق واللبس فرق، البطن اللي كانت من فوق ما بقتش موجوده، يعني انا حسيتها ابتدت تبقى فلات خلاص. البنطلون لقيته ابتدى يوسع عليا، ده مجرد اسبوع واحد. نفسيا فرق بطريقه رهيبه، حاسه ان انا اخف، عندي طاقه ان انا اعمل اي حاجه. بعد ما خرجت من المستشفى بيوم انا ابتديت اعمل تجديدات في البيت ودهنت الاوضه بنفسي. فاللي هو مش هتحسوا ان انتوا عاملين عمليه اصلا. دكتور عبد الرازق بجد ممتاز، كل التيم بتاعه تيم بروفيشنال وبيتابعوا معاكم على طول 24 ساعه. يعني حتى في ناس بتقول ممكن بحس بترجيع او كده، انا ما حسيتش. يعني الكلام ده كان اول يوم في المستشفى، وتاني يوم مره واحده بس، لكن غير كده انا مش حاسه ان انا عامله اي عمليه.